في الفيديو ده نتكلم عن الهدوء، مش رفاهية دايما، لأ. الضوضاء والضيوف بتضغط على قطتك من غير ما نحس. طبعا احنا كلنا او البعض مننا بيحب يعيش في حياتنا مليانة ضيوف وضحك واحيانا موسيقى او صوت عالي للتلفزيون، لكن فكرت ازاي ان ممكن ده يأثر على القطة بتاعتنا او يخليها منزعجة، بيأثر عليها نفسيا. السلسلة دي اسمها بنحبهم وبنأذيهم من غير ما نحس. يلا بينا نشوف هنتكلم عن ايه النهارده. اهلا بيكم في همس الحيوان، انا ميري ودي قناتي. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الحاجات اللي بتزعج القطط، ودي سلسلة انا عاملاها. فده النهارده الفيديو التاني من السلسلة اللي بنحبهم بس بنأذيهم من غير ما نحس. في الفيديو ده زي ما اتكلمت في اول الفيديو ان احنا فعلا بنحب الضيوف، بنحب يكون عندنا دايما ضيوف، او بنسمع موسيقى او صوت التلفزيون عالي بنخبط ونرزع وبنتكلم بصوت عالي، والحاجات وتغيير المستمر للاشخاص. ممكن ده طبعا بيأثر، مش ده ممكن، ده اكيد بيأثر على نفسية القطط، نفسيا بيدمرها وبيزعجهم. اول حاجة وكمان في الاشخاص اللي حواليهم، اول حاجة الصوت العالي والازعاج المستمر. الحقيقة القطط حساسة جدا للاصوات العالية والمفاجأة، يعني الحاجات اللي بتفاجئها. مثلا بنفاجئها مثلا بشخص جه عندنا وهو ما يعرفوش او ما شمش ريحته قبل كده، او فجأة مثلا الباب يخبط بصوت عالي او ازعاج او اي صوت انت بتصدره، سواء من كسن جالك ناس وعندها اطفال او صوت عالي او ايا كان الصوت العالي او الحاجات المفاجئة دي بتزعجهم. بيحصل ايه بقى النتيجة لده؟ توتر مستمر، قلق، واحيانا مشاكل في النوم. الموضوع نحله ازاي؟ ان احنا نخلي لازم يكون ليهم مكان هادي، مكان ليهم هو ممكن يكون مكان عالي هم مؤلفين عليه او هم بيحسوا فيه بالامان، لانه دايما القطط بتحس في المكان العالي. زي ما قلت في الفيديو اللي قبل كده، المكان العالي بيحسوا فيه بالامان، فيكون في مكان ليهم امن هادي بعيد عن الضوضاء. او ممكن نشغل لهم صوت هادي، في موسيقى جد فعلا للقطط، انا بشغلها لقطتي، موسيقى هاديه دي للقطط بس مش للاشخاص، فعلا بتخليهم يهدوا، بيخليهم يناموا فعلا. فيكون محتاج فعلا لراحه وهدوء. نمرة 2 الضيوف وتغيير الاشخاص. يعني مثلا جالك حد فجأة، المشكلة اللي كل مرة يجي حد جديد تتعرض لضغط اجتماعي مفاجئ، ان في حد جالك فجأة، او هي بالنسبة لك انت عارف ممكن حد اتصل بيك وقال لك انا جاي، او ان كان في ضيف جاي لك، بس هما طبعا ما يعرفوش ان في حد جاي. فمجرد ان في ضيف جه من غير هما ما يعرفوا، حاجة مفاجئة بالنسبة لهم، ده طبعا بتعمل لهم احيانا عدوانية، ممكن يستخبوا فترة طويلة جدا، يخافوا، ممكن يحصل ده خوف، يستخبوا فترة طويلة، ممكن يحصل لهم يعني عندهم سلوك عدواني، ما يقولكش، يجروا، يعملوا اي حاجة دي زي كده. الحل في الموضوع ده ان احنا نسمح للقطط ان يختار للتفاعل او ان ينسحب. مش لازم اجبره ان يتعامل مع الشخص او يلعب معاه، لا، هو قرر القط ان يجري او يستخبى او خلاص، يبقى هو كده قرر ان ينسحب. فبقى لازم ان احنا نحترم ده، ما نفرضش عليهم
آرائنا إحنا أو تصرفاتنا إحنا نخلي مثلا الشخص يلعبه أو هو يروح يلعب الشخص بالعافية، نمسكه نجبره إنه يعمل كده. لا، هو اللي يختار، سواء إن هو يقعد أو يجري. ممكن يجري يستخبى في المكان اللي هو بيحبه. نمرة 3، الروتين وتغيير البيئة. الأشخاص والقطط مخلوقات روتينية بطبعها. أي تغيير في البيت أو الأشخاص حتى لو إحنا فاكرينها إن هي بسيطة ممكن يسبب قلق، اضطراب في الأكل أو النوم أو عزلة. ممكن يحصل ده لأن حاجات بتحصل بتغير لها روتين حياتها. هي متعودة ان انت مثلا تيجي بالليل بتنام جنبك او بتتحرك براحتها، فجأة مثلا يكون عندك ضيف، انت مش، هي خايفة منزعجة فمش عارفة تتصرف تصرفاتها الطبيعية. الحل نعمل ايه؟ ان احنا نغير المواضيع دي تدريجية في الروتين. أماكن مألوفة للراحة، يكون في أمان، الحفاظ على نفس القواعد بتاع البيت. يعني ما يكونش في تغييرات في اللي انت بتعمله في حياتك. يعني مثلا انت بتقوم الصبح الساعة 8 أو إن كان الوقت بتاعك، في الوقت ده بتقوم بتحط لهم أكل مش عارفة إيه، بتصحى معاهم بتلعب معاهم، فجأة مثلا ما تلاقيش الحاجة دي بتحصل. فده روتين اتغير، روتين حياتك مع حياتهم، انت متأقلمين مع بعض. فلما انت بتغير ده أو حاجة بتتغير في البيت، قواعد البيت بتتغير، طبعا هم بينزعجوا. وفي الختام ان انا عايزه اقول لكم ان القطط الحقيقي بجد، الحب الحقيقي للقطط مش ان احنا بنحبهم وبس او بنعبر لهم عن حبنا، بندلعهم وخلاص او نلعب معاهم وبس. لا، لازم يكون نحترم خصوصياتهم ونحترم روتينهم والقواعد اللي هم بيحبوها ويحافظوا عليها. نحافظ على امانهم وهدوءهم. ويا ريت فعلا ننشروا في القناة وتعملوا لايكات كتير 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 علشان الفيديو ينتشر، لان انا دايما بتكلم عن العنف ضد الحيوان، وده مهم جدا يا جماعة، لان في كتير كتير اشخاص يمكن ما عندهاش وعي او اتربت على ان ده حيوان وخلاص، ما يعرفش ان دي روح ربنا خلقها، احنا مسؤولين عنها. احنا مش بتحبهم او مش حابب يكون عندك حيوان، بس ما تأذوهوش. ده اللي بتكلم دايما عنه، ان احنا ما نأذيش الحيوان او نجيبه في البيت ونرميه في الشارع. اللي هيجيب قط او حيوان ان كان كلب او قط او ان كان عصفور، ارنب، فار، اي حاجة هيجيبها يربيها وهو بيحبها، وفجأة مثلا اتغير ايا كان حياته. ممكن في مثلا في اماكن معينه مثلا ما بترضاش، مثلا في البلاد الاوروبيه في ناس او شركات ما بتوافقش بالحيوانات الاليفه، وفي شركات بتوافق. في البيوت المصريه او البيوت العربيه عموما بتبقى ده طبيعي، بس في اشخاص ما بتحبش القطط او بتخاف منها او بيبقى عندها فوبيا الخوف، فوبيا من القطط. في ناس كده، كل واحد وشخصيته، احنا بنحترم كل شخص. فلازم لما بنحترم كل شخص يبقى لازم كمان نحترم الحيوان، لان دي روح ربنا خلقها، احنا مسؤولين عنها. فانت جبته في البيت، في شخص ما حصلت له ايا كان، ممكن توديه ملجأ، ممكن توديه جمعية، ممكن توديه لشخص يكون فعلا بيحب يربي القطط، تديهوله هدية. ده حاجة جميلة جدا. ده هو اللي أنا بتكلم عنه، وده لازم إحنا نعمله. لو أنت ما تعرفش أو فيش أشخاص بتعمل كده، لو الفيديو بيوصل للأشخاص دي هتتصرف كده، مش هترميها، لأن حرام قط مثلا أو كلب أو أين كان مولف على الهدوم، مولف على الراحة، أو على إن هو ما يدافعش عن نفسه. لأن الحاجات اللي في المتربية في البيت بتبقى مش بتدافع عن نفسها، هي خلاص مولفة على أصحابها سوري، ما عندهمش مثلا رد فعل. فلما فجأة يلاقوا نفسهم في الشارع بيتخضوا، بيحصل كده ضرب، مش عارفين يعملوا ايه. فجأة ممكن فعلا يبقوا يتصرفوا، ممكن يعضوا،
ممكن يعملوا كده دفاع عن النفس، فبيبقى كلب شرس ليه، او قط بيعض ويعور ايا كان، حتى لو انت هتروح تطبطب عليه لان انت رميته فجأة في الشارع، هو مش عارف هو عمل ايه عشان يحصل كده. فياريت دايما تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة وتعملوا لايكات. ومن كل قلبي بتمنى لكم كل خير وكل حب وسلام، وباي باي.